مايلز دوكرانجال واحدة من أهم كتاب فرنسا في الوقت الحالي، مواليد 1967 بمدينة طولون الفرنسية. شفاء الأحياء إحدى رواياتها حصلت على 10 جوائز، بالإضافة لحصولها على جائزة جاك هنري الكبرى للأدب سنة 2014. النهاردة هنتكلم عن روايتين ليها من المكتبة العربية: شفاء الأحياء ترجمة راوية صادق، وعالم في متناول اليد ترجمة شادي الحسيني. خليكم معانا. 3 ديسمبر سنة 1967 قام الجراح الجنوب إفريقي كريستيان برنارد بأول عملية زرع قلب في العالم بعد ما أخذ موافقة أبو شابة اتوفت في حادث مروري. ورغم إن العلم قال إن المسؤول عن الأفكار والمشاعر والذاكرة هو المخ، لكن لسه القلب ليه الهالة الروحية الخاصة بيه، ولسه أغاني الحب بنتكلم فيها عن القلب مش المخ. في روايتها شفاء الأحياء اللي اسمها مقتبس من أولى مسرحيات تشيكوف، مسرحية بلاتوف، بتتناول مايلز دوكرانجال قصة زرع قلب بشكل شديد العذوبة، وفي بناء روائي غاية في التشويق والمتعة، ويمكن بتعمل تويستات. ما نقدرش طبعا نقول إن هي تويستات بوليسية لأن الرواية ليست برواية بوليسية، لكن في رأيي إن ممكن أقول عليها تويستات عاطفية، إن هي تخليك على خط متعاطف مع بعض شخصيات الرواية وبعدين تنقلك للتعاطف مع شخصية على الجانب الآخر تماما. الرواية بتدور في 24 ساعة إلا دقيقة، وهي الزمن بين التقرير اللي بيقول بدخول سيمون ليمبر في غيبوبة دماغية وبالتالي اعتباره ميت، وبين زرع قلبه في واحدة من الموجودين على قوائم انتظار مانح. الرواية بتوضح وجود نظام مؤسسي دقيق جدا في فرنسا لسرعة إنجاز عمليات زرع الأعضاء. احنا بنتكلم عن أقسام موجودة في المستشفيات للتنسيق، سيستم فيه معلومات كاملة عن المنتظرين، فرق طبية مدركة لأهمية الوقت مجهزة وتحت الطلب، وتسهيلات لفتح المطارات وطيارات خاصة لنقل الفرق الطبية وكمان الأعضاء. كل ده بيظهر بشكل فيه تسلسل محسوب جدا، الوقت فيه محسوب بالثانية. سيمون ليمبر شاب عنده 19 سنة وشغوف بركوب الأمواج، وبرغم البرد الشديد بيقرر هو واصحابه يروحوا بلدة ساحلية لأن الأمواج في الوقت ده مناسبة جدا. وهم راجعين بيعملوا حادثة، وبسبب وجوده في الكنبة اللي ورا بدون حزام أمان. وهنا برضو حاجة صغيرة، إن فكرة الصدفة، ربما لو كان قاعد في الكرسي اللي قدام اللي فيه حزام ما كناش حصل التسلسل ده كله. هيتخبط وبعدين يحصل له نزيف في المخ، هذا النزيف يؤدي إلى تداعيات لا يمكن علاجها، وبعدين بيتنقل للمستشفى وبيحطوه في الإنعاش لغاية ما يتكلموا مع أهله. وهنا كان جزء من الرواية بالنسبة لي كان شديد القسوة فعلا. المناوب في المستشفى ومن بعده المسؤول في تنسيق نقل الأعضاء والأجهزة كانوا بيعملوا مناورات وفي طريقة أو استراتيجية عشان يبلغوا الأهل في الآخر إن هم مخليين سيمون لامبر في الإنعاش، رغم التعريف الحديث للموت إن هو بتوقف المخ عن إعطاء الإشارات يعتبر بالفعل ميت، إلا إنهم مخلينه في الإنعاش لحين أخذ موافقة الأهل على تبرع سيمون بأعضاء. الأب والأم اللي بياخدوا صدمات متتالية، حادثة، إنعاش، غيبوبة دماغية، موت، نقل أعضاء، إلا إنهم في النهاية بيوافقوا على تبرع سيمون ليمبر بأعضاء. ودي اللحظة اللي كأنهم فيها بيقايضوا مصيبتهم بمكسب للآخرين. يعني إيه المؤايدة ديت؟ ده اللي هنفهمه بعد كده من التويست العاطفي اللي أنا كنت اتكلمت عليه. بالنسبة لي أنا ما كنتش طايق الدكاترة وحاسس بقسوتهم الشديدة جدا على أهل سيمون ليمبر، لكن في الثلث الأخير من الرواية بتنقلنا مايلز دوكرانجال لحتة تانية خالص، لكلير ميجان المترجمة اللي عندها 51 سنة وأصيبت بالتهاب عضلة القلب، وبالتالي اضطرت إن هي تنقل سكنها خارج باريس والحد من حركتها لأن هي بتتعرض لإجهاد شديد جدا بسبب حالة القلب. مش بس كده، هي كمان ما تنفعش تكمل قصة حب مع راجل معجب بيها. وهنا تتضح فكرة المقايضة اللي اتكلمنا عليها. في جانب عندنا مصيبة أهل سيمون ليمبر بوفاته، وفي الجانب الآخر مكسب الآخرين كلير ميجان وقدرتها على الاستمرار في الحياة بقلب جديد. عجبني في الرواية قدرة مايلز دوكرانجال على نقل الجوانب المختلفة لشخصياتها، خاصة اللي موجودة في الوظائف الطبية اللي بتحتم عليهم لغة محددة مكثفة منزوعة المشاعر وتعامل بارد كما يبدو مع مأساة الآخرين المتمثلة في المرض والموت، لكن بتكشف لنا ان كل شخصيه ليها خلفيتها الثقافيه. في الايطالي في اللي عنده اصل جزائري واللي ممكن ليهم اهتمامات مختلفه، لكن في النهايه بتخلي هذه الشخصيه تكشف اللي عندها من التعاطف والحزن الحقيقي مع هذه العمليه المؤسسيه
بأكملها. مايلز دوكرانجال كمان بترسم لنا صورة للحياة، الأشجار والبيوت والطيور والطبيعة، قدرت من خلالها تنقل لنا إحساس إن الحياة وقفت بالنسبة لهم بسبب موت ابنهم، بينما الحياة في الخارج لسه مستمرة وشغالة. شفاء الأحياء رواية ممتعة عن موضوع جديد جدا بالنسبة لي، عرضته الكاتبة بشكل شديد الإنسانية والعزوبة، لكن برغم من كده هو موضوع واقعي جدا، لأن حوالي 3500 عملية زرع قلب بتتم كل سنة. في الرواية التانية عالم في متناول اليد بتنقلنا مايلز دوكرانجال لعالم تاني خالص، وهو عالم الفن، قدرة الفن والأدب على نقل العالم أو عمل تصور يمزج ما بين الواقع والخيال، ويضيف ليه كمان منظور الفنان، حتى لو كان نقل شبه حرفي لعينات من العالم أو الطبيعة، زي مقطع من رخام أو صخور أو تكشر أو نسيج لقماش أو أي حاجة من المواد اللي ممكن بنتعامل فيها في حياتنا العادية. كل ده يخلي الفنان بألوانه وفرشته عنده عالم في متناول اليد. الرواية بتبدأ بما يشبه افانتيتر، 3 أصدقاء درسوا في معهد لتعليم التقليد رسم نسيج خاص بنباتات أو جمادات أو جلود حيوانات، بعد ما اتخرجوا واتفرقت بيهم طرقهم المختلفة. عندنا بولا كارست وجوناس وكيت الاسكتلندية. بعدها الرواية بتنقسم إلى 3 أجزاء، هي 3 محطات في حياة بولا كارست، الفتاة الباريسية الكسولة اللي مش عارفة هي عايزة إيه في حياتها. بنشوف في الجزء الأول التحاقها بمعهد في بروكسل كتمهيد لدخول الفنون الجميلة. المعهد هو فرصة للموهوبين اللي عندهم طموح إن هم يبقوا فنانين، لكن الحقيقة إن المعهد ما بيخرجش أكتر من مقلدين، من خلال الألوان بيقدروا يرسموا ما يشبه المقاطع من رخام، صخور، نباتات، أشجار أو حتى حراشف حيوانات، لكن الحقيقي إن هو مش أكتر من لوحة وألوان. لكن لما ندخل في التفاصيل هنعرف إن كلمة تقليد دي لأ، كلمة ظالمة حقيقي يعني، لأن لعبة الإيهام أو الخداع البصري لعبة صعبة جدا. فكرة إن أنت تسيب ثغرة عشان اللي يشوف اللوحة يبقى شاكك هل فعلا اللي موجود قدامه لوحة من ألوان فقط، ولا ده فعلا مقطع من رخام أو جذع شجرة أو حراشف حيوانات بشكل حقيقي. غير إننا من خلال رؤية جوناس للرسم هنلاقيه بيربط ما بين الحاجة اللي هيرسمها وما بين انفعاله الشخصي تجاهها وكمان تاريخ الشيء ده. يعني لو اتكلمنا عن الرخام ده اتكون عبر مئات الآلاف من السنين، تطور وترسب طبقات فوق بعضها، جذع الشجرة اللي بيدل على عمرها ومكان نموها، كل دوت ازاي تقدر تنقله من خلال لوحة صغيرة. فبنلاقي وصف لهؤلاء المقلدين في الرواية زي مثلا عصابة النساخين أو المحتالين على الواقع أو مزوري الخيال. وزي ما قلنا مايلز دوكرانجال مشغولة بفكرة استمرار الحياة وأثر الحياة ديت ومرور الأيام والزمن على الأشياء، وبالتالي فالحاجات اللي بيرسموها هذه الجمادات مش مجرد جمادات فقط، لكن هي جمادات بأثر الزمن المحمل عليها. ويمكن عشان كده اسم الرواية عالم في متناول اليد، زي ما الكلمات بتقدر تخلق عالم لمجموعة من البشر بصراعاتهم وعلاقاتهم وعواطفهم وأفكارهم، ممكن الرسم ينقل عالم الجماد من خلال مساحات محدودة زي حائط أو لوحة. في الجزء الثاني من الرواية وبعد كام شغلانة عملتها بولا كارست بتروح تشتغل في فيلم سينمائي إيطالي في شيشتينا، هوليود الإيطالية، مصنع الأحلام، 22 استوديو ضخم. بتنقلنا مايلز دوكرانجال لطريقة تانية لصنع العالم وهو الديكور. الديكور محاولة لخلق عالم موازي لكن بمعايير تناسب الفيلم السينمائي. أنا ما ببنيش في الديكور إلا اللي تحتاجه اللقطة. لو أنا عايز أبين مبنى كامل ممكن ما أكونش محتاج في اللقطة غير البلكونة، فابني البلكونة بس ما بنيش المبنى كله. وهنا بولا كارست تتلخبط، هو فين العالم الحقيقي؟ العالم اللي موجود جوه اللقطة ولا العالم اللي احنا عارفينه أصلا؟ وكمان الكومبارسات، هل تقدر تقول إن اللي موجود كومبارس في الفيلم برضه هو كومبارس في الحياة وإلا ما كانش اشتغل كومبارس؟ في الجزء الثالث سؤال صعب قوي للأدب والفن وكل إبداع حقيقي، هل اللوحة لو محدش شافها بتفضل مستمرة في الوجود؟ هل الكتاب لو محدش قراه يبقى لسه موجود؟ حتى لو وجوده المادي لسه مستمر، الكتاب موجود على الرف واللوحة متعلقة على الحيطة، لكن لو محدش شافها هل حقيقي إن هي لسه موجودة؟ السؤال ده بيطرح من خلال عرض جوناس على بولا كارست إن هي تشتغل معاه في صنع صورة طبق الأصل من كهف لاسكو. وكهف لاسكو هو كهف موجود في جنوب غرب فرنسا، الكهف مليان بالصور والرسوم الجدارية والنقوش المختلفة واللي بتعتبر الأقدم في العالم، أقدم رسوم ممكن إنسان خطها
من أول التاريخ، وعشان كده بيعتبروا هذا الكهف ميلاد الفن. وبالفعل هذا الكهف وهذه الرسوم ساهمت في إثراء تاريخ الفن، بل وكانت هي الأساس لإنشاء فرع لعلم آثار ما قبل التاريخ. الكهف نتيجة كثافة الزيارات والعوامل الجوية اتقفل سنة 1963، وعشان كده نرجع للسؤال: الكهف بعد ما اتقفل هل هو موجود ولا مش موجود؟ جوناس وبولا كارست بيتشاركوا في صنع نموذج لهذا الكهف، وهنا بتشير الكاتبة لإحساس عجيب جدا، وكأن الاتنين دول بيتشاركوا مع الإنسان من 15,000 سنة في صنع هذه الرسوم. في مسارات شخصيات الرواية هنلاقي وسط السعي لأن تصبح فنانا والشغل والتحقق وترك أثر جميل، هنلاقي الحب وتقلباته، والزمن اللي بيسيب بصمته علينا، والذاكرة اللي بتشكل شخصيتنا ومن بعدها بتأثر في قراراتنا، وكمان بتفرض نفسها على واقعنا. مش بس كده، ده يمكن كمان على اللوحة اللي بيرسمها الفنان. رواية جميلة قادرة تربط الفن والفرشة والألوان بالحب والحياة والزمن، ومحاولة هؤلاء الشخصيات أن يصنعوا فنا وحياة. من النقاط المشتركة في الروايتين واللي بعتبرهم من سمات مايلز دوكرانجال، عجبني نفس اللي عجب الكبير في أشرف. أيوة بالضبط، الديتيلز، التفاصيل. في شفاء الأحياء مايلز دوكرانجال عارفة المواد اللي بتصنع منها لوحة تزلج، وأنهي أخف وأحسن حتى لو كان أغلى. وكمان لما بندخل أوضة العمليات معاها بنحس نقول لا، دي جراحة بتكتب رواية. وفي رواية عالم في متناول اليد، أنواع الفرش ومصنوعة من شعر أنهي حيوان، عالم السينما الإيطالية وحالة الاستوديوهات، كهف لاسكو مش بس إزاي اكتشفوا مجموعة من الصبية، لكن كمان إحساسهم إيه وهم بيمشوا فيه لأول مرة. هنلاحظ كمان اهتمامها بفكرة الحب. في شفاء الأحياء حب الممرضة لشخص مجهول بالنسبة لنا، وفي الآخر بتقوله كلمة بحبك في التليفون. وكمان حب كلير ميجان اللي مع إيقاف التنفيذ بسبب مرضها. وبشكل أوضح في رواية عالم في متناول اليد، أب وأم بولا كارست حالة فريدة من التفاهم وصنع قوقعة لحبهم بعيدا عن أي حاجة ممكن تزعج حبهم داخل هذه القوقعة، سواء ظروف اجتماعية أو ظروف الشغل أو حتى مستقبل بنته. وحب بولا وجوناس المكتفيين بنفسهم ومش هاممهم إن هم يعرفوا تفاصيل عن حياة بعضهم البعض، هم من أنهي عيلة، من أنهي مدينة، ده مش مهم، المهم إن هم بيحبوا بعض. وحتى من خلال إن هي في مايلز دوكرانجال بتاخد مثال أو توصيف للحب من خلال رواية تانية، وهي رواية أنا كارنينا للعظيم طبعا تولستوي. وكمان المونتاج السينمائي في الرواية، إن أنت فجأة بتتنقل لمشهد فيه شخصية جديدة بمكان جديد بخط سرد جديد ما تكونش عارف أو ليه تمهيد من قبل كده، لكن كأنها بتنط بيك لمكان تاني. بصراحة لخبطني شوية بس عجبني. مايلز دوكرانجال كاتبة فرنسية تستحق كقارئ انك تديها فرصة للدخول لعوالم وموضوعات ممكن ما تكونش قريبة منك قوي، زي مدرسة في الفن او عملية زرع قلب، لكن الحقيقي ان هي هتكون قادرة على انها تلمس قلبك وعقلك. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس. انا خالد منصور واشوفكم الفيديو الجاي.